3 زوجات في حياة الساحر محمود عبد العزيز. واحدة خلفت له العيال، والتانية ولعت في عربيته المرسيدس، والتالتة فضحته بعد ما مات. جيجي زويد زوجة محمود عبد العزيز الأولى طعنتها بوسي شلبي وخانت صداقتها وخربت بيتها. راقصة مشهورة اتجوزها شهرين، ولما قرر يسيبها ولعت في عربيته المرسيدس وكانت هتضربه. يلا بينا نبدأ الحكاية من أولها، بس خليك فاكر ورا كل نجم كبير في حكايات ما طلعتش للنور وأسرار مستخبية ورا الكاميرات. والنهاردة هحكي لك على واحد من أكبر النجوم اللي عدوا على الشاشة، واللي ليه في قلبي معزة خاصة جدا. محمود عبد العزيز الساحر، الراجل اللي كان في حياته 3 زوجات، مش 2 زي ما الناس فاكرة. والله 3، وكل واحدة ليها حكاية. أولهم وأهمهم في قصتنا هي جيجي زويد. تاني واحدة هي كانت الراقصة زيزي مصطفى اللي حرقت له عربيته المرسيدس، بس دي كانت جوازة عرفي ومحدش يعرف عنها كتير. أما التالتة بقى اللي الكل عارفها فهي بوسي شلبي، الإعلامية اللي كانت دايما في الصورة. بس تعالى نرجع لأول حكاية جيجي زويد. ودي كانت بنت أصول، لبسها محتشم ومؤدبة، ما بتحبش الخروجات ولا السهرات، بيتوتية بمعنى الكلمة، من عيلة تقيلة جدا، ولا ليها في إعلام ولا حفلات، يعني لو حضرت فرح يبقى عشان قرايبها. كانت بعيدة تماما عن الفن ولا ليها علاقة بالمجال. أقرب 2 ليها كانوا أحلام شلبي واختها بوسي. أحلام كانت صاحبتها القريبة جدا، وهي اللي فتحت الطريق لبوسي تدخل الإعلام، ومنها الدنيا اتبدلت. محمود اتجوز جيجي في أواخر السبعينات، يمكن سنة 78 أو 79. كان وقتها لسه بيبدأ يشق طريقه كنجم، وهي وقفت جنبه من أول خطوة. جابت له محمد وكريم، عاشوا مع بعض حياة مستقرة ل20 سنة كاملة. جيجي كانت دايما واثقة فيه حتى وسط شائعات عن علاقاته زي جواز العرفي من الراقصة زيزي مصطفى. وسط كل ده بدأت بوسي شلبي تدخل حياتهم، الإعلامية الشابة اللي كانت صديقة جيجي المقربة، لدرجة إنها كانت شبه مقيمة معاهم، بتسافر معاهم وتعرف كل حاجة عن تفاصيل حياتهم. بس الظاهر إن بوسي ما كانتش بس صاحبة، كانت بتحب محمود من زمان، وبدأت ترمي الهلب عليه وتستغل كل فرصة تسهر معاه، تكلمه في التليفونات وتروح له أماكن التصوير، وكل ده من ورا صاحبتها. ولما حصلت مشاكل بين محمود وجيجي كانت بوسي أول واحدة بتحتضنه وتخفف عنه، لحد ما العلاقة خرجت عن حدود الصداقة. جيجي اكتشفت بعينها لما شافتهم سهرانين مع بعض، وساعتها فهمت كل حاجة، طلبت الطلاق وقطعت علاقتها ببوسي تماما. وفي سنة 1998 بعد 20 سنة جواز، محمود انفصل عن جيجي، وبعدها بشهور اتجوز بوسي شلبي. بوسي كانت حاسة انها عايشة في حلم، وقالت له انت اول حب في حياتي. بس جيجي دخلت في حالة نفسية صعبة وقررت ترد كرامتها، رفعت قضية نفقة وطلبت مؤخر الصداق. محمود محبش الشوشرة، وخصوصا علشان ولاده، فرح لها بيت أهلها وادها اللي طلبته وزيادة، وقال لها خلينا أصدقاء علشان خاطر ولادنا. بس المشكلة إن بوسي تدخلت وقالت له ما تديهاش المؤخر، دي بتعمل كده علشان ترجع لك. ساعتها محمود غضب منها جدا وانفصل عنها لفترة. رجعت له بعد شهرين ووعدته إنها مش هتكرر الغلط ده تاني. لكن ولاده محمد وكريم ما نسيوش اللي حصل، خصوصا انهم ما بيحبوش بوسي اطلاقا، وكانوا بيروحوا لها بس مضطرين علشان يشوفوا ابوهم. وبعد وفاته قطعوا علاقتهم بيها نهائيا، وكلنا شفنا ده وتاكدنا منه بعد الازمه الاخيره اللي اكدوا فيها انها مطلقه من ابوهم رسمي على الورق. انما حكايه جواز محمود عبد العزيز من زيزي مصطفى الراقصه ووالده الفنانه منى شلبي من القصص اللي دايما كانت بتدور حواليها الشائعات، ومفيش تاكيد رسمي خرج من الطرفين لا في حياته ولا بعد وفاته. خليني اقولك بقى ايه اللي حصل، بس ما تنساش الاول تعملي لايك للفيديو وتفعل جرس الاشعارات، ويا ريت لو تشترك معايا عشان يوصلك كل الحكايات الجديدة اللي بقدمها لكم. في فترة الثمانينات كانت الراقصة زيزي مصطفى في قمة شهرتها، وكان معروفة جدا بجمالها وحضورها اللافت. حصلت قصة حب سريعة بين زيزي ومحمود، واتجوزوا جواز عرفي من غير ما يعلنوا، وده لان محمود وقتها كان لسه متجوز جيجي. جيجي نفسها كانت عارفة بالإشاعة دي، لكن كانت بتكذبها او بتحاول تتجاهلها عشان الدنيا تمشي وتحافظ على بيتها. وفي ناس قالت ان الجواز العرفي ده استمر فترة قصيرة جدا وانتهى من غير ضجة، وده اللي خلاه يفضل مجرد كلام بين الناس من غير اي وثائق او تصريحات. زيزي مصطفى كانت واحدة من نقاط ضعف محمود عبد العزيز، بس ما كانش ناوي يسيب بيته ولا اولاده،
وإن العلاقة لو حصلت كانت مجرد نزوة وانتهت بسرعة، لدرجة إن حصل بينهم خلاف شديد، وكان سبب الخلاف إن زيزي مصطفى بدأت تحس إن محمود بيتهرب منها وبيحاول يبعد عنها علشان ما تنكشفش العلاقة، خاصة بعد ما بدأت توصل أخبار لمراته جيجي زويد. في واحدة من لحظات الغضب دي والغيرة الشديدة من زيزي، وده طبعا معروف عن زيزي في تعاملها مع الرجالة اللي بتحبهم، اتقال إنها راحت لمحمود عبد العزيز وهو في موقع تصوير، وبعد مشادة كبيرة جدا بينهم خرجت من المكان وهي مش قادرة تتحكم في أعصابها، وفجأة عربيته المرسيدس اتحرقت قدام مكان التصوير، واتقال وقتها إن زيزي مصطفى هي اللي عملت كده. طبعا محدش قدر يثبت ده رسمي، وبعض العاملين في اللوكيشن أكدوا إن زيزي كانت موجودة وقتها، وبعدها بدقايق العربية ولعت. في ناس قالت إن دي كانت رسالة رد اعتبار من زيزي لمحمود بعد ما حست إنه استخف بيها أو استغلها، وإنها كانت غيورة جدا وبتحب محمود بجنون. صراحة الفنان يتحب، الله يرحمه، وما كانتش مستعدة تتساب كده فجأة. بس زي باقي الحكايات اللي حوالين محمود عبد العزيز، كل ده حصل في إطار من الكتمان، وهو بنفسه ما تكلمش عنه ولا أكده ولا نفاه، لأنه بطبعه ما كانش بيحب يطلع أسراره للعلن. بالإضافة لأن محمود عبد العزيز بيحترم أولاده جدا وكان بيعمل لهم ألف حساب. وبكده أكون وصلت لنهاية حكاية النهاردة من حكايات المشاهير. أتمنى تكون حكايتنا النهاردة عجبتكم، وزي ما عودتكم وعودتوني هستنى آرائكم في التعليقات وهقراها كلها، وأشوفكم في حكاية جديدة من حكايات المشاهير. سلام.